السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده في يوم جديد وهنبداه من الفطار على طول. والنهارده الفلوج هيبقى ليه يومين ورا بعض ان شاء الله. تمام، خلينا يلا نبدا مع بعض، وهنبدا ان شاء الله من الفطار. سيبكم طبعا من الكروانه اللي انا حطاها على جنب دي، فيها بطاطا نقعاها تمام عشان تتغسل وكده. وهنبدا على طول في الفطار مع بعض. النهارده هنعمل فطار كده متنوع. طبعا انتوا عارفين ان انا عكاكه درجه اولى في الفطار بالذات. انتوا خلاص اتعودتوا على الكلام ده، فما تستغربوش لو لقيتوني مثلا باكل بيض مع تونه مع حاجات كتير قوي هتشوفوها دلوقتي، واحنا ان شاء الله بنعمل الفطار مع بعض. عايزه اقول لكم طبعا ان انا ان شاء الله هعمل فطار صحي قدر الامكان، يعني لحد ما صحي. طبعا في اصح من كده، بس احنا يعني بنجاهد، بنحاول ان احنا كده ايه ندخل في المود شويه شويه. عايزه اقول لكم الفتره دي اصلا انا جوايا رغبه مهوله في التغيير، يعني حاسه ان انا عايزه اتغير في كل حاجه. يعني عارفين اللي هو لما بتبقوا انتم مش راضيين عن حاجات في حياتكم، في نفس الوقت الفتره اللي هي ما بعد الولاده والمسؤوليه كده بالذات لاول طفل، فتحسوا ان انتوا محتاسين ومش عارفين تغيروا اي حاجه. فدلوقتي الحمد لله طبعا سولي قرب ان هو يكمل سنه على خير يا رب، ان شاء الله عيد ميلاده هيكون الشهر الجاي. فحاسه ان انا يعني الى حد ما كده بدات اتنعنش، يعني بدات كده اشم نفسي. في امهات بتقول ان هي بتبدا تشم نفسها بعد سنتين، لان هم بيكونوا مثلا بيرضعوا، والرضاعه طبعا بيبقى يعني بتعمل فلكتويشنز كده في الهرمونات، وبتخلي الهرمونات كده مش ماشيه مظبوط معاكو. بس انا طبعا للاسف الشديد يعني انا اعتبر بطلت رضاعه طبيعيه من 6 شهور لمشاكل عندي. فإلى حد ما بعد الرضاعة الدنيا بتبدأ تتحسن، الشهية بتبدأ تتحسن، ولكن النفسية يعني ما اقدرش اقول ان هي اتحسنت 100%. في ناس يعني ربنا يعينهم بيمروا حتى باكتئاب ما بعد الولاده وكل الكلام ده، ولكن انا بحاول قد ما اقدر ان انا ايه اخرج نفسي من اي مشاعر سلبيه تجيلي. وبحاول ان انا ايه اقول لنفسي انه خلاص، يعني الحمد لله الفتره الصعبه عدت، واللي جاي ان شاء الله اسهل ومش اسهل قوي. انتوا مش متخيلين انا دلوقتي الفتره دي انا حرفيا بجري ورا سولي طول اليوم. يعني انا حياتي كلها ان انا بقوم من النوم اجري وراه. يعني عايزه اقول لكم انه ما شاء الله ابتدى يحبي دلوقتي ومبسوط قوي بالمرحله دي، وبينقي اي حاجه خطيره يعملها، اي حاجه خطيره، فاهمين اللي هو يعني. عايزه اقول لكم حاطط راسه براس اولي تمام القط، كل شويه يروح له عايز يمسكه عايز ينتشه، ويا عيني القط بيهرب منه، ولا هو انت ارحمني. وهو مفيش فايده، اللي هو يفضل يجري وراه، يدخل وراه تحت السفره في اي حته، وانا افضل بقى افكهم من بعض كل شويه. القط مكبر دماغه على فكره جدا، يعني عاقل الحمد لله، بس يعني معرفش هيبقى عاقل لحد امتى. فاحنا فاهمين المشكله اللي انا فيها دلوقتي. لكن الحمد لله طبعا احسن من الفتره الاولانيه، فتره العياط بلا سبب واللي انتوا مش فاهمينه. دلوقتي يعني مع الوقت الواحد بيبتدي يفهم البيبي اكتر، يعني بيبتدي ان هو يعني يفهم هو عايز ايه. بصوا الفطار اللي انا عملته كانش عندي لبن، فكان عندي لبن بودره زودت عليه ميه، وعادي جدا بيبقى طعمه حلو قوي على فكره. وبالنسبه للفطار كان بيض مقلي وخلطه كده، بحط تونه على جبنه على هريسه شطه على سويت كورن. عايزه اقول لكم الذره انا اصلا الفتره دي بحبها قوي، بحب ادخلها في اي حاجه. هي المفروض مايونيز مش جبنه، بس انا مش حاسه انه مايونيز هيبقى حلو قوي على الفطار، فحطيت جبنه بدل مايونيز. يعني هي الوصفه كده بتبقى تونه ومايونيز وبتاع. المهم بص كده معايا الكوبايه دي تحفه تحفه. انا بقالي زمان قوي ما شربتش ميه في الكوبايات اللي هي الستيل دي. عايزه اقول لكم شحتها من حماتي، خدتها منها بالعافيه عشان هي عندها طقم 6 يا عيني وما كانتش عايزه تنقصه، بس خلاص كانت عيني فيها مش قادره. وعايزه اقول لكم بص لما بتبقى مشبره من بره بتبقى تحفه تحفه تحفه، يعني الميه فيها بيبقى ليها طعم مختلف، معرفش ازاي بجد. المهم كده قعدنا عشان نفطر واحنا رايقين، ومعانا استاذ طبعا سولي ما نسيناهوش من الفطار بتاعه. دلوقتي هندخل على الغداء على طول. اليوم ما كانش فيه حاجات كتير تتعمل، زي ما اقول لكم انا بجري ورا سولي وخلاص، فدخلنا على الغداء على طول. كنت عامله سمك ورز. عايزه اقول لكم السمك ده انا اللي جايباه، انا طبعا بنتكم الشاطره اللي ما اعرفش يعني تقول عليا ايه. رحت جايبه نص كيلو سمك تمام، وانا في بالي النص كيلو بقى يبقى كتير قوي. انا اصلا ما بشتريش، يعني السمك ده اكتر حاجه انا ما بشتريهاش في حياتي. ممكن يعني دي تاني مره ولا حاجه اشتري سمك، فطلع قليل جدا. يعني طلعوا ما اعرفش هم 6 سمكات باين ولا حاجه، وصغيرين كمان مش كبار. فالحمد لله، ما انا بقول من منبري هذا ما حدش يطلعني اشتري حاجه تاني. يعني انا اصلا ما كنتش ناويه اشتري، فاهمين اللي هو تنزلوا تحسوا ان هو الله لما اروح اجيب سمك بقى تمام، وابقى الزوجه الصالحه الشاطره اللي بتعمل سمك. احنا السمك في بيتنا عايزه اقول لكم
بيتعمل مره كل شهرين 3 من كتر ما احنا ما بنعرفش نشتري سمك. بس هو ده السبب الوحيد ان احنا ما بنعرفش نشتري سمك. تعالوا كده اخطفكم على طول ونروح لعيد ميلاد زوجي العزيز. تمام، عايزه اقول لكم كان ابسط عيد ميلاد في الحياه، بسبب ان انا يعني كنت ناويه ان والله اعمل له كاستمايزد كده تورته واحط له عليها مش عارف ايه. لقيته بيقول لي لا 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 انا نفسي في تورته ايس كريم. تمام، فقلت ليه لا، يعني تورته ايس كريم مش طالما نفسك فيها قشطه. كان يعني كان في دماغنا ان هي هتبقى ايه، هتبقى من تحت كيكه ومن فوق ايس كريم. تمام، يعني كيك وايس كريم. المهم طلعت كلها ايس كريم زي ما هتشوفوا دلوقتي. هي حرفيا تقريبا حاطين تفه كيكه تحت، تمام، والباقي كله ايس كريم. بس كانت حلوه قوي. بس طبعا عشان هي تورته ايس كريم ما ينفعش حتى نحط فيها شمعه، يعني اغرب تورته عيد ميلاد في الحياه. هي المهم ان هي عجبته، دي اهم حاجه. والهديه بتاعته طبعا كانت جات له اوريدي من السفر. خلاص شكرا. The next day. ويا صباح الخير من تاني يوم من محطة الرمل، رايحين نخلص إجراءات حكومية وورق وكده. طبعا دي أرخم مشاوير في الحياة، وعايزة أقول لكم أصلا المشوار ما خلصش. يعني الحاجة اللي احنا كنا عايزين نروح نعملها كمان ما خلصتش. فقلنا ايه، بدل ما نروح زعلانين نروق على نفسنا. طبعا انا مش هروح اكيد اعمل اكل. يعني المشوار على فكرة يعتبر بعيد شوية من بيتي لحد محطة الرمل. انا عارفه طبعا انه الناس اللي في القاهره بالنسبه لهم احنا طبعا بنتكلم في هبل لان هم اقل مشوار عندهم بيبقى ساعتين ولا حاجه. بس انا حرفيا المشوار اللي هو بيبقى ساعه الا تلت ولا حاجه، ده او ساعه الا ربع مثلا، انا بفرهد منه اصلا. فيعني مش لسه هروح اعمل اكل، قلت ايه ناكل بره. كنت جايبه اللي هو الوحش برجر، على فكره تحفه تحفه تحفه. كان عامل عرض بقى اللي هو سندوتش فراخ، سندوتش برجر. وكمان كان نفسي في تشيز كيك ياباني. عايز اقول لكم الحاجات اللي انا نفسي ادوقها طول حياتي. يعني كان طلع موضه فتره التشيز كيك الياباني، مش عارفه ايه، كان بيطلع فيديوهات كتير عليه على الفيسبوك. فلقيت ديليس عامل تشيز كيك ياباني، قلت اما اجربه. تمام، فعايز اقول لكم طبعا طلع مقلب، اسوأ حاجه اكلتها في حياتي. هو تحس ان هو كيكه عاديه، اللي هو كيكه اسفنجيه عاديه جدا، تمام، ورشين عليها سكر من فوق. بجد حاجه يعني مقلب. 10 hours later. ورجعنا لكم تاني بعد كام ساعة، بعد 10 ساعات حرفيا من رجوعي من المشوار. كان خلاص بقى احنا متغديين ومظبطين حالنا، ولكن يعني نفسي في حاجه كده تفوقني. الواحد بقى يصحى بدري عشان مشاوير حكوميه وبتاع، لا احنا ايه نعمل حاجه تفوقنا. تمام، وكنت جايبه مج جديد اللي انتوا شايفينه ده، تحفه. هو تحفه، بس هو مشكلته ان هو عايز ما اعرفش كام، عايز لتر لبن عشان تعملوا فيه اي حاجه بجد. كان نفسي وقتها في ايست كوفي. فعملت بقى الحركات بتاعتنا، وكان عندي خلطة النسكافيه جاهزة. تمام، وهنروق كده مع بعض ونعمل خلطتنا. وعايزة اقول لكم انه ان شاء الله الفترة الجاية استنوا مني مفاجآت. عايزة اقول لكم ان في تغييرات ان شاء الله هعملها في البيت. اي نعم هي هتاخد وقت طبعا عشان احنا كل حاجة بنعملها في سنة، بس يعني في تغييرات ان شاء الله حلوة باذن الله، ناوية ان انا اعملها. وفي تغييرات عموما في الحياة ان شاء الله هبدأ معاكم واقول لكم عليها. عايزه اقول لكم متحمسه جدا جدا جدا، وعايزه اشجع اي حد ناوي ان هو يبدا معايا في اي حاجه يعني تبقى تغيير. احنا مش لازم نستنى بدايه السنه الجديده ومش عارف ايه عشان نغير اي حاجه. احنا نبدأ من دلوقتي، وكل يوم جديد هو فرصة ان الواحد يتغير، ان الواحد يبدأ الحاجة اللي هو نفسه يعملها. اعتقد ان يعني ان احنا بس محتاجين نشجع بعض مش اكتر. وبكده الفيديو بتاعنا ان شاء الله هيكون خلص. استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية حلوة. وكده بقول لكم تصبحوا على خير، مع السلامة، باي باي.